سألت نفسك قبل كده ليه بتتوتر بسرعة وليه بتخاف من الرفض وليه بتختار نوع معين من العلاقات حتى لو العلاقات دي بتتعبك؟ وليه أحيانا بتحس إن أنت مش فاهم نفسك؟ في ناس كتير بتفتكر إن اللي حصل في مرحلة الطفولة بننساه لما بنكبر وإن إحنا بنبدأ من نقطة الصفر، لكن الحقيقة إن إحنا بنبدأ باللي حصل وإحنا صغيرين، بالإحساس المتكرر بالإهمال أو الخوف اللي مش متعبر عنه أو مسؤولية شلناها من بدري أكبر من سننا. اللي بيحصل وقتها إن الطفل بيتصرف علشان يتخطى اللحظة دي، بس لما بيكبر بيفضل يتعامل بنفس الأسلوب حتى لو الظروف اتغيرت. النهاردة هنتكلم عن صدمات الطفولة وإزاي بتفضل تأثر علينا في قراراتنا وعلاقاتنا ونظرتنا لنفسنا وإحنا كبار. صدمات الطفولة ممكن تظهر على شكل مشاكل في العلاقات، اختيار العلاقات اللي فيها إهمال أو سوء معاملة لأنها نوع العلاقات اللي الشخص اتعود عليه. كمان الشعور بعدم الاستحقاق، يعني مهما عملت في صوت جواك بيقول إنك مش كفاية وإنك لازم تشتغل أكتر وتضحي بزيادة علشان تثبت إن أنت تستحق. كمان الخوف من الرفض، يعني أي كلمة ممكن توقعك في دايرة الحزن أو الغضب لأنك بتربطها بالإحساس بالهجر. التعلق المرضي أو التجنب المبالغ فيه، يعني يا بتتعلق بأول شخص بيهتم بيك تعلق مرضي أو بتتجنب الناس عموما وبتبعد عن أي مشاعر حقيقية علشان ما تتوجعش. كمان مشاكل الثقة بالنفس لأن الشخص بيفقد التقدير فبالتالي مش بيكون عنده ثقة بنفسه ولا في قدراته. كمان السلوكيات التجنبية، يعني إن هو بيحاول يتجنب مواقف معينة علشان ما يفتكرش صدمات، وخصوصا المواقف المرتبطة بالخلافات العائلية. كمان الشخص بيكون عنده صعوبة في التعبير عن مشاعره، يعني مش بيقدر يعبر عن مشاعره بوضوح، ممكن ده يكون بسبب الخوف وممكن كمان يكون بسبب شعوره بالعجز. كمان مش بيقدر ياخد قرارات واضحة وبيتردد كتير وبيسأل كل الناس قبل ما يقرر، وأحيانا بيعتمد على الآخرين عشان ياخد قراراته. صدمات الطفولة مش بتكون واضحة في الذاكرة لكنها بتظهر في تفاصيل حياتنا وتصرفاتنا. لما نبدأ نربط باللي حصل زمان واللي بنعيشه دلوقتي بنقدر نفهم نفسنا أكتر، وده طبعا أهم من إننا ننسى أو نتجاهل اللي حصل. لازم إن احنا نلاقي حلول أو إجابات نهائية، المهم إن احنا نسأل نفسنا الأسئلة الصح علشان نقدر نلاقي حل مناسب للمشكلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.